السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بكم في وصفة جديدة من وصفاتي، وصفات أكلة سهلة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أكلة سهلة جدا، وهنعملها من بواقي المطبخ، مش مكلفة جدا وسريعة وسهلة. هتعمليها كده لما تكوني مستعجلة أو جاية من مشوار ولسه بقى هتطبخي وتعملي، فدي حاجة كده بسيطة من بواقي المطبخ. عندك بقى شوية رز متبقيين، شوية شعرية، شوية مكرونة. هنعمل بقى كل ده في حلة واحدة كده. حتى الصلصة هنعملها كده من غير توم ومن غير حمص، يعني أكلة مش مكلفة خالص واقتصادية، وزي ما انتوا شايفين كده سهلة جدا وهتعجبكم إن شاء الله. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعملها ازاي. انا جبت حله كده على النار، احط فيها شويه زيت زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبها بقى تسخن شويه. هنزل بقى بالمكرونه. دول شويه مكرونه باقيين كانوا عندي من بواقي كيس مكرونه يعني. عقل صغيره كده زي ما انتوا شايفين. دي اللي هي اصغر حاجه كده في المكرونه. هقلبها بقى كويس. انا مش هخليها تاخد لون، بس يعني هحمرها بس شويه كده. وبعدين هضيف عليها الشعريه. بصوا كده، هي ما خدتش لون، يعني هي بيضة زي ما هي، بس شوحتها شوية كده. بعد كده هضيف الشعرية. طبعا انت بتحطي بقى حسب الكمية، يعني دي بواقي كانت عندي، انت عايزة بقى تجيبي وتعملي. اعملي بقى حسب الكمية اللي انت عايزاها. فانا كان عندي شوية تانيين اهو. حطيت بقى كله على بعضه كده، وهخليهم بقى ياخدوا كلهم لون واحد لغاية ما يدوني اللون البني الغامق كده، زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي في الفيديو. هفضل اقلب بقى فيها كده تقليب مستمر عشان ما تتحرقش، وتبقى كلها واخده لون واحد. بصوا كده، هي لسه فاتحه شويه، يعني انا هسيبها تغمق سنه كمان. لغايه ما تديكي اللون البني الغامق كده. بصوا لسه فاتحه، يعني اهم حاجه بس التقليب المستمر عشان ما يبقاش في واحده محروقه وواحده لسه ما اتحمرتش. فكله كده ياخد لون واحد مع التقليب المستمر. بصوا كده خلاص، اهي دخلت في اللون اللي انا عايزاه كده، لونها حلو قوي. هبدأ بقى اضيف الرز. ده طبعا الرز غسلاه ومصفيه كويس قوي عشان ميبقاش فيه ميه. لازم يبقى ناشف كده وجاف عشان يبقى مفلفل كده وحلو وما يعجنش معاكي. فهبدأ بقى اقلب كده الرز مع الشعريه مع المكرونه زي ما انتم شايفين كده. هخليه بس يتفلفل كده شويه معاهم، وبعد كده هنبدأ بقى نضيف عليه الميه. كل ما تشوحي الرز حلو كده مع المكرونه والشعريه يبقى مفلفل معاكي ويطلع مظبوط. هنزود بقى الميه كده بالتدريج، هنضيف شويه شويه. طبعا الميه يفضل ان هي تكون سخنه، يعني لو ميه سخنه احسن. هنحط الميه كده زي ما انت شايفه شويه شويه، وهشوف بقى المقدار بتاعها. هشوف مقدار الميه كده بالمعلقه. اضيف الملح.
كده هزود لها شوية مية كمان. خلاص كده مقدارها مناسب. هسيبها بقى، هغطيها واسيبها بقى تستوي على مهلها. كده الشراب معايا اهو زي ما انتوا شايفين. هسيبه بقى، هغطيه واسيبه يستوي على مهله. وبعد كده هنبدأ نعمل الصلصة. هنشوف هنعمل الصلصة ازاي. هنعمل صلصة موفرة جدا واقتصادية من غير ولا بصل ولا ثوم. حطيت شوية زيت وبعدين عصير طماطم زي ما انتوا شايفين. يسخن شوية، الزيت يسخن شوية وبعد كده هضيف الطماطم وبعدين احط شوية الملح. وهقلبها بقى كده. عايزة تحطي سنة كمون كمان ممكن تحطي، يبقى حلو قوي برضو مع الكشري. والرز خلاص استوى معايا اهو فرفر. بصوا شكله منتهى الجمال. وطريقة سهلة جدا وموفرة. ما عملتش بقى ولا بصل متحمر ولا حمص ولا بصل في الصلصة. يعني حاجة اقتصادية خالص معاكي من بواقي المطبخ. واعملي أكلة كده في يوم بدون تكلفة وبدون أي شيء. ودي الصلصة خلاص اتسبكت معايا اهي. انا شايفاها تقيلة شوية، هخففها شوية كمان عن كده بشوية مية. تبقى حلوة قوي وخفيفة خصوصا مع الكشري ده، زي صلصة المحلات كده. هزود بقى شوية مية كده. انتي لو عايزاها تقيلة ممكن تسيبيها كده، بس انا حبيت اخففها شوية. هزود بقى الملح بتاعها واظبط الملح. وهسيبها بقى تاخد غلوة كمان. زي ما انتوا شايفين كده غلت اهي. وبصوا كده قوامها، يعني كده قوامها حلو ومناسب. وزي ما شفتوا كده عملنا أكلة اقتصادية وموفرة وما بتاخدش معاكي ولا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة خالص. من بواقي المطبخ عملتي أكلة ممكن تحمري جنبها شوية بطاطس وبالهنا والشفا، وتبقى وجبة اقتصادية عملناها يعني من بواقي المطبخ. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. لو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. كنت معاكم ام مروان من مطبخ سهله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظروني في الفيديو القادم واستودع